حالة جدل كبيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في العراق، وده بعد الأنباء اللي تداولوها عن تعيين البلوجر سارة البياتي في قناة UTV العراقية رغم إنها ما كملتش تعليمها في الشهادة الابتدائية. البلوجر المثيرة للجدل ليها جمهور بيتابعها وهي بتهتم بالموضة والجمال، وكمان هي جميلة وزي ما بيطلقوا عليها كده مزة أو صاروخ، ودي طبعاً أذواق وكل واحد له رأيه. حسابات كتير نشرت صور لسارة البياتي وقالوا إنها لم تحصل على الشهادة الابتدائية وحصلت على تعيين في قناة UTV الفضائية. والسؤال المهم، بأي طريقة تعينت؟ حساب آخر قال على الرغم من إنها لم تكمل الثالث متوسط، استطاعت سارة البياتي من الحصول على تعيين مقدمة برامج في قناة UTV والأسباب مجهولة. والصف الثالث متوسط في العراق هو مرحلة دراسية بتقع بين الصف الثاني متوسط والسادس الإعدادي، وبعد اجتياز هذه المرحلة بيختار الطالب بين الدراسة الأكاديمية في الثانوية، العلمية أو الأدبية أو المهنية. وطبعاً التعليقات كانت بترد بسخرية وبتقول مش محتاجة إمكانيات تعليمية، هي عندها إمكانيات بتأهلها للوظيفة دي. واللي قال كمان ده سؤال مش محتاج إجابة، الإجابة واضحة، هي عندها خلفية تأهلها للعمل ده. طبعاً قناة UTV هي قناة تلفزيونية عراقية بتعرف نفسها على موقعها الرسمي بإنها للترفيه العام، وبتستهدف القناة المجتمع العراقي بمختلف اهتماماته وتوجيهاته.